انت الذكريات كلها. لا ماشي. جلد سفنج ومع الكلة البيضاء. هات يا مينا هات لي هات لي وهات حتة سفنج عشان نوريها للدكتور. اختراعات بقى. اختراعات والله. بتعمل ميكانيزم زي انت عايز. الزلال. كان في مشكلة دكتور من فترة كده، كنت بحاول أتواصل مع خامة أو مادة أشتغل عليها في إطار ورشة، في نفس الوقت تساعد حد يكتشف المهارة دي، في نفس الوقت لو هو إيده حلوة وبيفكر وبتشتغل كويس أوي ممكن تطلع نتائج. الخامة كلها عبارة عن السفنج والكلة البيضاء. سجلته؟ لسه. أنا كده سجلت في حضورك. معاك واحد في الدول. طبعا جميل فعلا. ربنا يخليك يا دكتور. فنان في كل بتاع كله شامل يعني. حظكم. هو انا سعيد جدا موجود معاكم. ومبسوط من هذا الحماس. وانا انبهرت يعني. انا اول ما اشوف الحاجات دي يعني المزج بين العروسه دي او بتاعت العاد مع خالد دل رائع. وده عملته في اسبوع ازاي مش عارف. افكار والله في اقل من اسبوع يا دكتور. اكيد بأقل من اسبوع. حماس بقى. لا شيء ممكن لازم جدا. انا بالنسبه لي مفاجاه. اختراع السنه. قبل ما اتكلم احب اشكر الاستاذ الجميل احمد اسماعيل. راجل فهم صعوبه الوصول لهذا الحلم يعني. طبعا هذا الرجل فظيع ده بعد الله يعتبر يعني فنان شامل وفنان. انت عارف خبير. هو خبير. مفيش مصر خبير مدرب. هو بقى كمان يغيظني قوي. ليه؟ انه هو مدرب ومحرك ومخرج ومفكر ومبتكر كل حاجه. انا بقى خيبتي بقى ان انا ما بعرفش اعمل الجمال. لا انا تلامذتك يا دكتور. لا انسان جميل. انسان شجاع. يا ما ايه ده؟ كمرتي وقعت مني. كمرتي حد يساعدني. انا ممكن اساعدك. ايوه ممكن تساعدني. حاضر اتفضل. ادي الكاميرا بتاعتك اهي. جدا بوجودي في هذا الجامع الفني الجميل وخاصة في مجال العرايس اللي انا اعشقها. وانا تحت امركم عايزين نتكلم في اي موضوع انتوا عايزين. عايز اقول لحضراتكم ان الدكتور ناجي معانا من بدايه الفكره. مش بدايه فكره الورشه دي بس، لا من بدايه فكره المشروع. من زمان جدا. بدايه الجورني يعني. من 2006. كويس. وكان هو احد الاساتذه الكبار الحقيقه اللي اسسوا لمنهج العمل في المشروع. ليه اتاخر؟ وحتى في ورشه تنفيذ العرايس او في ورشه العرايس دي كل شيء باوان بقى. حتى في ورشه العرايس الحقيقه كان لازم ناخد رايه في المنهج ويعدل لنا ويوجهنا في الطريق الصحيح يعني. فده وانا قلت ده حتى في اثناء العمل يعني واحنا بنشتغل يعني. لا انا اللي انتوا عملتوه ده انا مش محتاجين فيه. فعلا عملتوا خطوه رائعه ومبشره ومفيده يعني. استمرارها هيساعد على نشر فن العرايس بشكل قوي لو انتوا استمريتوا يدربوا اخرين وتلتقوا بالاطفال. تساعدوا في جمع الخير. يقابلها فرحان وياخدوا بعضهم ويروحوا البيت لعيالهم ومعاهم الخير كله ونفسه سعيدة وراضية لأنه بيحب الكون وبيحب بلده وبلده بتحبه. ويرجع وهو راضي وينام ويقول الحمد لله رزقت وكرمت. وممكن يغني ويغني ويغني. فنان وفي نفس الوقت صنايعي وبيحب كل شيء. بيحب كل حاجة. وروحه الجميلة كلنا بنحبها وبنحب فرحان.
هدفنا توسيع مجال نشر الفن العربي، لانه فن مهم جدا في تطور المجتمعات ودفعها نحو الحضاره والرقي. يعني لازم تشارك مسار مهم جدا جدا جدا. الخطوات دي مبشره جدا، ونرجو انه المهتمين بهذا المشروع يهتموا بيه اكتر. الرسم والموسيقى والشعر كنت خلص. ما احنا دلوقتي كنا مع بعض على رأس واحد يعني النشاط الفني في المدارس هي ترجع تاني، مش بإيدكم ولا بإيدنا، بس نرجو إنه الناس في العهد الجديد يهتموا شوية ببناء الروح، مش بناء مش الدرس بس. يعني بدون مزيكا وبدون شعر وبدون أدب وبدون فنون تشكيل ورسم وعرايس مش هتقدم. اقصد لو يكون بقى واتفرج على الناس بتاعت الارض. ايوه اديني نزلت اهو. لما ابص كده بقى واشوف ايه الجمال ده، ايه الارض دي، ده كلها حاجات جميله، ده غير بقيه الكواكب. ايه اللي هناك ده؟ دي ميه، واللي هناك ده ايه ده؟ ايه ده؟ دي جبال. ايه الجمال ده؟ الله. ايوه اتمشى بقى شويه، ارض الهوا بتاعها جميل، لما اتمشى شويه. الله. ايوه ده كمان بنط اهو، مفيش جاذبيه. مفيش انعدام جاذبيه. طبعا المشروع احنا بعد ما مارسناه واشتغلنا بايدينا وعلى الماتيريال الجديد والارتباط الجميل اللي بيننا ده. لما كنت بستقبل الحكام والسلاطين، ياما ملوك وسلاطين عدوا عليا، وانا اللي واقف حارس هنا، انا الحارس الامين الشاهد على كل الانتصارات. فاكره يا تبه؟ فاكره؟ وطول عمري وهقضي الباقي من عمري حارس مسكين عايش على الذكريات. فين ايام لما كنت بطير وبحارب بالسيف والرمح وحارب الاعداء وصد الضربات. كانت ايام جميله، لكن دلوقتي حارس غلبان تعبان، قاعد على الدبة واحكي الذكريات، وكان يا مكان يا مكان يا مكان. شكرا.